ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير. اهلا بيكم في مطبخ مرمورة. النهاردة بقى فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين، المدارس خلاص على الابواب. لو انتي محتارة بقى تعملي ايه في اللانش بوكس بتاع الولاد، تابعيني في الفيديو بتاع النهاردة. من غير عجن ولا فرد هنعمل سندوتشات الولاد تحفة جدا، والولاد بيحبوها قوي. حاجات كده موجودة عندك في البيت هتقدري تعمليها بكل سهولة. شايفين شكلها تحفة ازاي؟ مش هتتعبي فيها ولا اي حاجة خالص، تقدري تعملها لهم الصبح كمان قبل المدرسة. تابعيني في الفيديو بقى علشان تعرفي الطريقة. بس يا ريت لو عجبك الفيديو بتاعنا النهاردة اشتركي في القناة بالضغط على كلمة الاشتراك الحمراء، ودوسي على الجرس واختاري الكل عشان يوصلك اشعارات بفيديوهاتي الجديدة. شايفين بقى السندوتشات بتاعتنا حلوة ازاي وطرية جدا وبسيطة وسهلة وكمان شهية. الطريقة بقى بتاعتنا، اول حاجة ان احنا هنجيب نص كوباية من اللبن، هنحط عليها كوباية من الزبادي. دي الكوباية اللي هي 110 جرام. وكمان هنحط مكعب من الزبدة صغير مش كبير زي ما انتوا شايفينه كده، حوالي 20 او 30 جرام مش اكتر من كده. وكمان هنحط رشة صغيرة من الملح، حوالي نص معلقة، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهنضرب الخليط ده كويس مع بعض. هتحسي كده ان فيه فوران عشان البيكنج باودر. خلاص كده احنا حضرنا الخليط معانا، هنركنه كده على جنب. وهنجيب دلوقتي بقى الحشوات. انا معايا فلفل الوان وطماطم، ومعايا كمان بقى اللانشون والجبنه الرومي اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت، البسطرمه عملناها، وكمان الجبنه الرومي عملناها، وكانوا فيديوهين ناجحين جدا. هحط لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. وكمان عملنا الزيتون، وده بتاع السنه اللي فاتت ولسه تحفه زي ما انتوا شايفينه، جامد مطريش ولا اي حاجه خالص. والجبنه الموتزاريلا، وكمان في عصاج، والخليط اللي احنا عملناه مع بعض. كل دي حشوات يا جماعه اختياريه، ممكن تحشي انتي اي حاجه موجوده عندك. ممكن كمان لو بطاطس محمره او جبنه عاديه اسطنبولي او براميلي او اي حاجه متوفره عندك في التلاجة. انا جبت بقى لفه من الجلاش، لفه واحده بس هتعمل لي كل الكميه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. وجبت كده ورقتين، وجبت بقى الخليط اللي احنا عملناه مع بعض اول الفيديو، وابتدأت ان انا بالفرشه بتاعتي اخد منه وادهن الورقتين بتوع الجلاش زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى هنوع في الحشوات. اللي قدامي دي انا هحط فيها كده جزء كده من اللانشون، وهحط عليه فلفل الالوان والطماطم والزيتون والجبنه الموتزاريلا. الحشوات دي بتاعتك انتي، اختاري اللي عايزاه واللي موجود في بيتك واللي الولاد بيحبوه متوفر عندك. وهبدا ان انا الفها بالشكل ده، تتلف معاكي كده بكل سهوله، لا عجلنا ولا فردنا ولا اي حاجه خالص. زي ما انتوا شايفين كده، لفه جلاش من السوبر ماركت بحوالي 5 جنيه هتعملك سندوتشات كتيره جدا. جبت برضو ورقتين تاني من الجلاش، وابتديت برضو ان انا ادهنهم كده بالخليط بتاعنا اللي احنا عملناه. الخليط ده هيدي طراوه جدا للجلاش وهيديله طعم حلو وهيخليه مورق. دهنتها بالشكل ده، بس ما تغرقهاش قوي عشان ما تبقاش كده مبلوله معاكي. هبتدي كده احط لحمه عصاج كانت موجوده عندي في التلاجة، طلعتها. وهحط برضو فلفل الوان وطماطم وموتزاريلا وزيتون. وبعد كده هلفها بقى برضو بنفس الطريقه. شايفين لفها سهل قوي. هحطها برضو في الصينيه بتاعتنا اللي احنا دهناها زيت. ما تحاوليش تقربيهم قوي من بعض عشان ما يلزقوش في الفرن. وجبت بقى ورقتين تانيين كده، وبرضو حطيت الخليط اللي احنا عملناه مع بعض. ما تغرقيش قوي عشان تقدري تلفيها بعد كده، ما تبقاش مبلوله قوي. هحط بقى جبنه رومي. الجبنه الرومي انا عملتها معاكم في فيديو قبل كده، طريقتها سهله جدا وبسيطه. وكمان عملت البسطرمه معاكم برضو، طريقتها سهله جدا وبسيطه. الحاجات دي يا جماعه اعملوها وحطوها عندكم في التلاجة او في الفريزر، هتنفعكم جدا في الفتره اللي جايه عشان المدارس. وحطيت برضو الفلفل والطماطم والزيتون والجبنه الموتزاريلا. وهبتدي برضو ان انا الفها بالطريقه دي. طبعا هعمل كله بالشكل ده لغايه ما لفه الجلاش تخلص معايا. شايفين بسيب مسافات ازاي؟ عملتها كلها. اتبقى معايا شويه بقى من الخليط، دهنت كده الوش. ايوه بالشكل ده. وبعد كده بقى هجيب السكينه بتاعتي. انا طبعا مش هينفع يبقى طويل بالشكل ده. هقسم كل قطعه لجزئين بالطريقه دي.
عشان يبقى السندوتش في ايد الولاد كده كويس، حجمه يكون مناسب. ايوه بالظبط كده. وهجيب بقى المقص بتاعي وهعمل كده اشكال من فوق، ده بيديله شكل حلو وكمان بيخلي الحرارة تدخل جوه علشان الجبن والحاجات اللي جوه كده تسيح. ودلوقتي بقى انا كنت مشغله الفرن على درجه حراره 200. بسرعه هاخد الصينيه بتاعتي وادخلها الفرن وهخلي درجه الحراره 180. شايفين بقى شكله بيقعد حوالي من 10 دقايق لربع ساعه او تلت ساعه على حسب برضو درجه حراره الفرن بتاعتك، وكل واحده على حسب فرنها. شايفين بقى، شايفين الطراوه، شايفين الجمال والحشوه اللي جوه تحفه، والجبنه لما ساحت. صدقوني يا جماعه الفكره دي خطيره جدا، هتعجبكم قوي، نفذوها للولاد في المدارس، هتبقى فكرة حلوة جدا وهيحبوها قوي. وبألف هنا وشفا يا رب لحبايبنا الغاليين. نعمل الحاجة بحب لولادنا هتطلع ممتازة جدا وهيحبوها الولاد وهيفضلوها، يقولك يا ماما اعملي لنا منها تاني. من لفة جلاش واحدة ب5 جنيه وبواقي التلاجة قدرنا نعمل الكمية دي كلها. تقدري تدي منها للولاد والباقي تشيليه في علبة في الفريزر، تطلعي منه يوم تاني وتسخنيه في الميكروويف، هيبقى كأنك لسه عاملاه، تحفة جدا. لو عجبك بقى الفيديو بتاعنا النهارده ما تنسيناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، ويا ريت يا جماعه تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم القناه مطبخ مرمور. يلا باي باي، سلام.